كل الكلام على الصفقات الصفقات الصفقات، مين جاي مين ماشي مين رايح مين جاي. يا جماعة الصفقات يا جماعة. ناس قالت لك لا ده رزاق حمد الله جاي وعمر السومة وشوية تاليسكا وشوية ده مشوا المهاجم بتاع الهلال ده هنجيبه. ناس بتتكلم في كلام مش منطقي بالنسبه للازمه الماليه اللي بنمر بيها نادي الزمالك. الناس كلها ما اعرفش يعني هدفها اللايك والشير واعمل لي سبسكرايب يا جماعه وزود مشاهدات ويطلع يهبد اي كلمتين. الحقيقه بس انا هديكم الخريطه بتاعه نادي الزمالك سريعا كده. الزمالك بيفاوض اشرف بن شرقي في حاله فسخ التعاقد مع نادي الجزيره الاماراتي. اشرف بن شرقي هيبقى في نادي الزمالك باذن الله في حاله انه فسخ التعاقد مع نادي الجزيره. في بند تاني هم حاطينه يعني احتمال يعني خيار تاني ان هو ممكن ياخدوه اعاره من نادي الجزيره الاماراتي. في لعيب من شمال افريقيا لعيب جزائري او مغربي مش هقول اسمه. في اتنين لعيبه بتفاوض الزمالك معاهم هم مهاجمين. تمام. الاتنين المهاجمين دول واحد مغربي وواحد جزائري. الزمالك بيفاوض بيحاول يشوف انهي اللي يخلص فيهم انهي اللي هيبقى اسهل بالنسبه له في التفاوض. الاتنين جامدين الاتنين لعيبه جامدين جامدين سواء ده او ده. تمام. تمام. الزمالك في اللعيبه المحليه بيدور على المدافع. في الغالب احمد ايمن منصور هيكون هو طبعا معار من الزمالك لطلائع الجيش هيبقى خيار اولاني كمدافع. لو المدرب محتاج لعيبه تانية. تمام. المدرب محتاج لعيب 6 ولعيب رقم 8 في الغالب هيبقى لعيب اجنبي. في الغالب هو المدرب عايز لعيب يلعب 6 و8 وفي الغالب هو عايز لعيب اجنبي. مش شايف حد في الدوري المصري يقدر يحقق له طريقه والحاجه اللي هو بيفكر يعملها. خصوصا ان فتوح برضو اداله مستوى تاني من اللعب في خط نص جنب دونجا. طبعا سيف مكمل ان شاء الله. سيف مضى ووقع والدنيا تمام معاه. بالنسبه كانوا بيتكلموا في ان هو يجيبوا باك يمين وباك شمال. ما اعتقد ان القصه دي اتاجلت لان طريقه اللعبه ما فيهاش باك يمين وما فيهاش باك شمال كلها 3 مدافعين 2 خط نص 4 قدام. فهيبقى التدعيم قدام في مركز الاربعه اللي بيلعبوا ورا المهاجم دول مع مهاجم. طبعا المهاجم انا قلت لكم ان في واحد مغربي وفي واحد جزائري والزمالك بيفوضهم وان شاء الله يخلص حد فيهم والاثنين كويسين باذن الله. وربنا يكرم بحد فيهم هما الاثنين ويكون صفقه مميزه وصفقه كويسه. طيب تحت ورا المهاجم احنا بنتكلم في بن شرقي لو رجع. وبنتكلم في تدعيم تاني هيبقى لعيب داخل الدوري المصري. مش هقول اسماء. وفي احتماليه لعوده يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه بصراحه انا مش حابب رجوعه. ما اكون صريح معاك وصادق. هو لعيب طريقه لعب يوسف اسامه معتمد على اللعب الفردي. هو مش لعيب يقدر يلعب في خطه جماعيه في فريق جماعي. فده انا برضو يعني نقطه مش فاهمها لو تمت هتتم ازاي. وهل المدرب موافق عليه ولا لا. دي برضو وجهه نظر المدرب. وطبعا وجهه نظر انا برضو وجهه نظر حضراتكم اكيد برضو ادرى مني يعني شايفين الطريقه والاسلوب ممكن ينفع ولا لا. ده ملخص الصفقات داخل نادي الزمالك.